رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه. قد فروض الصلاة والصوم واعطف بقلبك على المحروم، احسن وزكي عن مالك واللي تكون في إيمانك منا وإلينا عايد علينا. ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه. بر وتوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيطول على حسها الأحباب يتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه. رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. فيديو جديد ان شاء الله باذن الله يا رب يعجبكم وينول رضاكم. بس لو انت اول مره بقى بتشوفيني يا ست الحبايب يا ريت كده لو تشرفيني بالاشتراك الجميل وتفعلي كده زر الجرس وما تنسيش بقى عشان يوصلك باذن الله كل الاشعارات اللي بنزلها اول باول. يلا بينا نبدا كده الفيديو بتاعنا الجميل ده. ما شاء الله اللهم بارك. عندنا شويه افكار حلوه جدا جدا. انا كده جبت شويه مشتروات في الاول وهي ايه؟ جبت كده كيلو من البصل وكمان جبت كيلو وربع من الليمون. كمان كنت جايبه كده شويه من اللفت وجبت كده كرنبتين وكمان جبت كده 2 كيلو من الجزر. جبنا شويه حاجات كده عشان نعمل اجمل ترشي باذن الله. يا رب كده يعجبكم وطريقته ان شاء الله باذن الله تكون سهله معاكم ويبقى احلى من الجاهز بمليون مره. اول حاجه هبدا بيها وهي الليمون عشان عايزه احطه كده على النار ياخد غلوه واحده بس. هعمل ايه في الليمون؟ زي ما شفنا كده في الاول لو كنا هنعمل الليمون زي ما احنا شايفين كده قطعته كده ارباع يعني انصاف الاول وبعدين كده قطعته 4 ارباع يعني عشان يبقى كده زي الجاهز بالظبط. دي طريقه. حابه بقى تعملي الطريقه بتاعتي اللي هي ايه؟ بقسم كده الليمونه نصين وباخد الميه بتاعتها. انا مش محتاجه الميه بتاعتها في حاجه فبستفيد كده من العصير الليمون اللي هو المركز جدا جدا ده. عملت كده الكميه كلها ملت لي حوالي زي ما احنا شايفين كوبايتين كبار. ما شاء الله اللهم بارك ليمون مركز. تستخدميه بقى في اي حاجه يعني اي حاجه انت محتاجه فيها ليمون هتحطيه. ممكن تحطيه كده في مكعبات تلج يبقى كده جنبك، لكن انا حطيته كده في بوله في الاخر وحطيته في التلاجة. باخد منه كده بحرف المعلقه. ما شاء الله ليمون مركز وزي الفل. اول حاجه بقى عملت الليمون وبعد برضو ما عصرت الليمون قطعته برضو الانصاف وحطيته بقى على النار في الميه. بس حطيت كميه ميه كبيره ليه بقى؟ عشان هاخد الليمون غلوه فيها وبعدين هي اللي هستخدمها في التخليل. بعد كده بقى جبت الجزر بتاعي قشرته زي ما احنا شايفين كبير صغير مفيش مشكله خالص. وتبداي بقى تقطعيه التقطيعه اللي انت عايزاها. عايزاه سميك عايزاه مدور مربع زي ما انت عايزه. بس القطاعه بقى اللي هي الترانشات دي اللي هي بتتقطع مشرشر ده بيدي نفس الشكل اللي بنشتريه من بره. انا كنت جايبه الجزر بكام؟ كنت جايبه الجزر 2 كيلو ب10 جنيه. كنت جايبه كمان كيلو من البصل اللي هو الصغير ده. الكيلو كان عامل 10 جنيه. بس انا لقيته في يعني صغير في طويل كده شويه فانا اخدت شويه حوالي نص كيلو بس. يبقى احنا كده لو عايزه تكتري بصل مفيش مشكله خالص. هنقول نص كيلو بصل عشان هو حجمه صغير فهو كان ب10 جنيه. محدش يقول مفيش بصل ب10 جنيه. هي الست قالت ب10 جنيه عشان هو صغنطوط خالص زي ما احنا شايفين مع بعض كده. فانا استخدمت لو هنقول كيلو عشان نكتر الكميه شويه هيبقى كده كيلو مثلا ب10 جنيه. كمان كده جبت نص كيلو من الشطه. النص كيلو ده كان عامل 7 جنيه ونص لكن انا جبت ب10 جنيه برضو. كده هيبقى معانا كده 3 عشرات. وكنت جايبه الكرنبتين دولت كانوا كبار طبعا ما شاء الله اللهم بارك. كنت جايبه الاتنين دولت عاملين 35 جنيه. بس صراحه انا استخدمت واحده ونص فهنقول 25 جنيه لو انت هتجيبي واحده كده تكون كبيره وحجمها كبير ما شاء الله يعني. يبقى احنا كده قد ايه؟ يبقى كده 55 جنيه. معايا كمان ايه بقى اللي هنحطه؟ يبقى احنا كده. والليمون كنت جايباه ب15 جنيه كيلو وربع. ممكن تجيبي الكيلو ب15 على حسب يعني المكان اللي عندك الاسعار فيه ايه.
انا كنت جايباه من سعر 12 جنيه، فجبت كيلو وربع بال 15 جنيه. كده قد ايه؟ كده 70 جنيه. ما شاء الله، يعني اللهم بارك. هنقول كيلو الا ربع من الشطه، 2 كيلو من الجزر، كيلو من البصل، يعني الكرنبيط كمان هيوزن له حوالي 2 كيلو، وكمان الليمون، يعني كميه كبيره جدا ما شاء الله، حوالي 7 8 كيلو. بقد ايه؟ ب 70 جنيه. الكيلو ب 20 جنيه وب 25 جنيه. الترش العادي اللي ما يبقاش له طعم زي ما انت بتعمليه في البيت، وهنعمله بطريقه هتخليه ان شاء الله احلى من الجاهز بمليون مره. فيلا بقى، لو انت ما جبتيش كل الخضار ده ما شاء الله مالي السوق وزي الفل، حاجه كده طازه وزي العسل. وكمان انا الفيديو ده عاملاه حوالي من اسبوع او زياده. القرنبيط الاسبوع اللي هو من يومين بالظبط كان سعره حلو جدا جدا، كانت القرنبيطه كبيره ما شاء الله، والراجل كده البياع قال بقد ايه؟ قال ب 15 جنيه. فيعني حاجة جميلة لو انت كمان هتوفري اقل كمان ما انا جايبة. يعني ما شاء الله كده هترمي كمية حلوة جدا جدا، هتعبي بقى برطمانات كتير بأقل إمكانيات إن شاء الله، وأحلى وأنضف وأوفر بمليون مرة من الجاهز من بره. جبت بقى القرنبيط بتاعي، قطعته كده لوردات صغيرة جدا، والشطة كمان اللي هي صغيرة سبتها بحالها، قمعتها بس كده، واللي هي طويلة شوية يعني قسمتها كده نصين. الليمون معايا كان اخد كده غلو على النار، بس الميه دي لقيتها مش هتكفي فزودتها كمان شويه وهغليها برضو. انا لازم الميه اللي انا هعمل بيها المخلل تكون مغليه معاه. تعالوا بقى للحظه الجميله، ما شاء الله غسلت كل الخضار بتاعي اللي بغسله كده بشيله جنبي، وجبت بقى اكبر صينيه او بوله بلاستيك، حطيت بقى البصل والجزر والليمون والشطه، ما شاء الله حاجه كده زي العسل. هجيب بقى كده بوله في النص كده معايا، وهعمل ايه بقى؟ هحط كده شويه من الملح. انا مش هحط معيار الملح كله، انا هزود في الايه، في الميه. فانا حطيت حوالي 7 معالق كده من الملح، وهحط حوالي 3 4 معالق من هريسه الشطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده. حابه بقى تزودي كده شويه حاجات، هنزود معلقه من الكركم، معلقه من حبه البركه، كمان معلقه من البابريكا، بتدي كده الوان حلوه ما شاء الله. وكمان انا كنت حاطه شويه من عروق اللفت، عروق البنجر اسفه، كنت كده جايبه بنجر، فاخدت كده شويه من العروق بتاعته. عندك بقى كده، صراحه انا كنت نسيت احوش كده جزرايه. سيبي كده وانتي بتعملي جزرايه كبيره وبشوريها، بتدي كده شكل مع حبه البركه. ولو انت عندك شويه اصفر كده فاضلين منك من الليمون، يعني ايه المتوفر عندك. ما انتش حابه، كفايه هريسه الشطه والملح، وحلوه قوي على كده وهيبقى زي الفل. البسي يا ست الحبايب الجلافز بقى بتاعك عشان الشطه بقى والوحوحه كده وايديكي، وابدأي دعاكي كل الكلام ده مع بعضه بالملح والشطة زي ما احنا شايفين. عشان كده امشي الدنيا معايا، جبت كوباية، بس جبتها كوباية مش مية من حنفية، جبتها كده كوباية من المية بتاعة الليمون اللي احنا غاليينه. حابة تكتري في اي نوع بتفضليه، ولادك بيفضلوه، زوجك يعني، اسرتك كده، حابة تكتري نوع تقللي نوع، بس بلاش اللفت معاه. احنا مش هنحط اللفت معاه عشان احنا عايزين المخلل بتاعنا ده يعيش كده فترة اكبر فترة ممكنة، يعني ممكن كمان يفضل معاكي سنة بحالها. هتعملي كمية كبيرة ما شاء الله اللهم بارك، يعني هتكفيكي طبعا. احنا مش هنفضل ناكل في رمضان مخللات، ده احنا عاملين مخللات بقى كتير. بس كده. جيت كده بقى ان انا ادور على برطمانات، لقيت كل البرطمانات اللي عندي عامله فيها زيتون، وعامله فيها ليمون معصفر، وعامله فيها ليمون تاني ما شاء الله. فما لقيتش. جبت ايه؟ جبت كده جردل كبير ما شاء الله عليه، حجمه كبير جدا، يعني ياخد له كده. انا بشوفه عند البياعين بيعمل قد ايه، حوالي دولت بيبقوا 7 كيلو ولا حاجه بيبيعوه، او 5 كيلو يعني. وكمان مليت برطمانين. بس بقى ركنتهم، دي الميه اللي كانت فاضله في الصينيه بعد ما عبيت كل الكميه بتاعتي. بس بعدين فضيت برطمان واحد، يعني خليته كده برطمانين. تعالوا بقى للتكايه الحلوه الجميله اللي جايه دي. لو انت حابه تعملي الخلطه دي كلها وعايزه تاكليها في وقت بسيط جدا، هقولك تعملي ايه. الميه مغليه زي ما انت شايفاها يا ست الحبايب، هتزودي عليها ربع كوبايه من الخل، وهتسيبيها مجرد ان هي بس ايه، يعني تفك كده السخونيه الجامده بتاعتها دي، تبقى برضو لسه دافيه كده ولسه فيها السخونيه، وتقلبيها على طول على الميه، تزودي لها الملح بتاعها وتظبطيه، وتنزليها على طول على المخلل. 3 4 ايام، اسبوع بالكتير ان شاء الله، هتاكلي كده احلى مخلل ترشي ان شاء الله باذن الله كده. لكن احنا طبعا عايزين نفرزه كده لرمضان ونخزنه ان شاء الله، يبقى كده معانا اجمل مخللات في رمضان. فهنعمل ايه؟ هنسيب الميه بقى بتاعتنا دي لما تبرد تماما، ومش هنحط خل. اوعي تحطي خل في المخلل اللي انت عايزاه يستنى معاكي فتره. اوعي، طبعا الخل بيخليه يستوي بسرعه جدا.
فاحنا هنسيب الميه تبرد تماما عشان احنا هنستخدمها دلوقتي، وهنظبط بقى الملح بتاعها وهنفضيها كده ونحدق كده المخلل بتاعنا. فركنت الميه بقى. بعد كده جبت كده شويه اللفت اللي انا كنت جايباهم، كنت جايبه ب10 جنيه. هاخد بقى كده الروس اللي هي القطعه اللي بتبقى كده، الراس اللي بتبقى حجمها وسط، يعني صغيره وسط كده، مش عايزاها لا هي صغيره قوي ولا هي تكون كبيره. هاخد كده الكبيره هبدا ان انا اقطعها. هعمله بقى دلوقتي مخلل اللي هو ايه السريع اللي انا هستخدمه يعني في خلال الاسبوع اللي انا فيه. لكن هعمل بقى شويه اللي هي بتبقى الروس اللي هي بحالها دي زي ما احنا شايفين مع بعض. هجيب بقى برطمان وهبدا ان انا اعبيها كده فيه زي ما احنا شايفين بحالها كده الراس. ولما بقى تيجي تستوي وعايزاها تطلع منك بره، يعني تيجي كده تاكليها بألف هنا وشفا، تطلعيها بقى وتقطعيها بالقطع. برضو عملت كده، كان عندي ميه من المخلل زي المتعود معايا وعارف ان انا بعمل ايه. كان عندي كده ميه من بتاعه اللفت، حطيت فيها شويه وزودت لها كده معلقه من الملح. وكمان فضيت بقى في برطمان اللي هو المخلل بقى اللفت اللي هو الباقي، اللي هيستنى برضو معايا شويه. اول ما ده يخلص يكون ده اتظبط. ما ينفعش طبعا احط كميه كبيره، يعني كميه انا جايباها تكون في ايه، في ميه تكون متخلله قبل كده. زي ما احنا شايفين بعد بقى ما خلصت كده الكميه المخلل بقى بتاعي، غليت كده ميه وسبتها كده لما بردت خالص خالص. هحط للمخلل اللي هو اللفت اللي انا هشيله. فانا استخدمت للاتنين عادي مفيش مشكله. في الوقت ده ركنت الميه وجبت كده المخلل بتاعي حطيت له ميه الليمون، لان صراحه ما كانش عندي ملح، كنت بعته كده لسه، ابني كان بيشتري لي ملح في الوقت ده. فانا زودت الميه على المخلل الترشي ده. وكان عندي قطعه كده صغيره، يعني ما تكتريش، قطعه صغيره كده من البنجر بشرتها وحطيتها كده مع المخلل، تديله برده كده لون حلو باذن الله. وتدي كده يبقى لا هو احمر قوي ولا هو برده، مع البابريكا بقى والكركم والحاجات الحلوه اللي احنا حاطينها دي بتدي لون جميل طبعا. ابني بقى كان جاب لي المخلل زي ما احنا شايفين مع بعض. بدأت كده ان انا اظبط الملح. تقريبا اللتر بياخد حوالي 5 معالق من الملح. لكن انا صراحة عمري ما عايرت اي مخلل، ما عايرتلش له ملح خالص. انا بحط كده الملح وبظبطه وبدوقه، بعرف كده العيار بتاع الملح. زي ما احنا شايفين بدأت بقى ان انا ظبطت كده المخلل الليفت بتاعي، ركنت البرطمانات وجبت بقى شوية كده من المية اللي هي مية المخلل بتاعي وزودت فيها الملح. انا زودت حوالي 5 6 معالق كمان، وكنت حاطة في الاول زي ما قلت لكم حاولي حطي لكل لتر مية حطي له 5 معالق هرميين من المخلل من الملح، وبعدين دوقيه. بس كده خلصنا بقى المخلل بتاعنا الجميل ما شاء الله اللهم بارك، كمية حلوة جدا جدا، يعني احلى من المخللات الجاهزة بكتير. ضغطت كده عليه بغطا حلة وهغطيه بقى بالغطا بتاعه واركنه على كده. وان شاء الله لما نيجي بقى نطلعه مع بعض كده في رمضان، كل سنة وانتم طيبين وبأتم صحة يا رب العالمين. ربنا يعود علينا الايام بخير جميعا، واللهم بلغنا رمضان يا رب. الفيديو كان عجبكم، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.